بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل معاكم شربات الكنافه والبسبوسه اهو. هنحط 3 كوبايات دقيق وعليهم 3 كوبايات ميه زيهم، او ممكن تحط كوبايه ونص ميه زي ما انت عايزه يعني. المهم انك انت لو حطيتي كوبايه ونص ميه بيقعد بسرعه، بيقعد 7 دقايق كده او 5 دقايق وبيقعد بسرعه. لكن لو حطيتي كوبايه السكر عليها كوبايه ميه بيطول معاكي شويه بس برضو بيقعد اهو. ادي واحده وادي التانية اهي. هنا حطينا كوبايه وادي كوبايه تانية اهي. كده ادي واحده وحطينا واحده اهي وادي واحده، يبقى كده 2. اللي بيقول ان انا بعمل الشربات ما بيجيش مظبوط بقى يخلي باله معايا كده. شوف احنا ماشيين خطوه خطوه. دول كوبايتين ودي 3 كوبايه اهي. دي 3 كوبايه نملاها شويه اهي. يبقى كده كام؟ 3 كوبايات. هنحط عليهم بقى 3 كوبايات ميه. دي واحده كوبايه ميه، ادي 2، ادي 3، ونص ليمونه اهو. ده نص ليمونه، عايزه تعصريه دلوقتي مفيش مشكله، تستني لما ياخد غلوتين وتروحي عصراه احسن. ماشي. كوبايه سكر عليها كوبايه ميه، وممكن تحطي كوبايه سكر عليها نص كوبايه ميه زي ما انت عايزه. المهم ان اللي ميتها قليله هتقعد بسرعه، اللي ميتها كتير هتستنى شويه. خلاص. انا بوريكم الطريقتين الاتنين. يلا هنحطه بقى على النار اهو. خلاص حطينا السكر اهو، 3 كوبايات عليهم 3 كوبايات ميه على النار اهو. وما يغلي غلوتين يبتدي يقعد، نروح حاطين عصير نص ليمونه. نص ليمونه يعني لا كبيره ولا صغيره. دي طريقه الشربات. هنعمل بقى الكنافه، عشان النهارده هنعمل لكم حاجه اسمها المدلعه، كنافه وبسبوسه وحاجه كذا حاجه كده. انا عشان ابدا في البسبوسه والحاجه فانا قلت اعصر الليمون بالمره، ما بتفرقش يعني، قبل ما تقعد او دلوقتي ما بتفرقش. خلاص كده. خلاص الشربات اهو خلاص استوى اهوت. هياخد غلوتين كده وهروح طافي عليه وخلاص. وكده خلاص كده الشربات بقى كويس كده خلاص. احطه بقى على الحاجه لما يكون بارد، حطه يبرد خالص. يعني لما تكون هتعملي حاجه المستحب يعني الاحسن انك تعملي الشربات قبليها وتسيبيه يبرد، اذا كان كنافه ولا بسبوسه ولا اي حاجه. النهارده هنعمل حاجه كده اسمها المدلعه، بس طبعا في ناس بتعملها على طريقه دي، على طريقتي، وفي ناس كل واحد بيعملها على طريقته. ماشي. ده جلاش اهو، ودي كنافه بيضه محمصاها بيضه كده، ودي كنافه تانية محمصاها كده بيج كده وسقياها بالشربات، وده نص كوبايه زيت على سمنه، وده شربات عسل انا عاملاه اهو. يلا تعالوا نشوف هنعمل ايه بقى. بنعمل الاول الاول بنجيب ورقه الجلاش كده واهو، بنبلها كده الاول كده كده، وبنكرمشها. رحنا كرمشناها بالشكل ده كده. بعد ما عملناها سمنه، زيت وسمنه، وحطينا كده في الصينيه ودهنا الصينيه بالسمنه. وبنعمل واحده تانية اهي، عشان انا بعمل بايد وبمسك التليفون بالايد التانية، معيش حد اهو. وبلمها بقى على بعضها اكرمشها. طبعا احنا بنعمل كل ورقتين مش ورقه واحده، بندهن كده كل ورقتين كده اهو، بندهنهم ورقتين كل 2 مش واحده. ماشي كده. امسكها بقى اكرمشها. بصوا بتتكرمش كده، بس عشان انا لازم تتكرمش، لازم بتتعمل زي ما بتعملي المروحه كده وكده، زي ما بتعملي المروحه كده اهو، بالطريقه دي كده. وبحطها جنب التانية في الصينيه كده.
شايفينها؟ هي بتبقى بالطريقه دي، شايفين؟ بتبقى بالطريقه دي. بنقطعها بقى قبل ما ندخلها الفرن. اما تطلع من الفرن بقى اوريها لكم اهي كده. احنا عملناها كرمشناها زي ما بتعملي المروحه، عارفه ما بتجيبي ورقه كده وتعمليها مروحه، هي نفس النظام، واحده كده وواحده كده، وتروحي مكرمشاها كل اتنين رق على بعض، وتدهنيهم بالسمنه وتحطيهم كده، وتكوني دهنه الصينيه. ماشي كده؟ انت شايفه كل حاجه معاكم واحده واحده اهو. قطعناها كده قبل ما ندخلها الفرن. بصوا احنا كده قطعناها قبل ما ندخلها الفرن اهي، شايفينها؟ ودي المكشكشه اهي باللبن، وديت من غير لبن، دي بس دي بالشربات، ودي باللبن. ده جلاش، انا حاشيه الجلاش دوت بالبسبوسه، ده محشي بالبسبوسه ومسقي بالشربات. وديت المكشكشه بس انا سقيها باللبن، حط لها لبن حط لها لبن وكراميل، بس احنا بنحبها كده، ما بنحبهاش ناشفه. بنحبها كده، العيال بتحبها طريه كده، ما بتحبهاش ناشفه. من فوق بتبقى ناشفه ومقرمشه، ومن تحت طريه، احنا بنحبها كده. ودي المكشكشه اللي بيقولوا عليها يعني اللي عامله ترند وده جلاش محشي بالبسبوسه اهو. يا رب يعجبكم.